أولاً النضال لأجل تعزيز الوجود السياسي والاجتماعي والثقافي للمكونين الفيلي واليزيدي. ثانياً توحيد واستقلال الخطاب والقرار السياسي. ثالثاً الاعتراف بما حصل لليزيديين في الثالث من شهر آب 2014 على أنه عملية إبادة جماعية. رابعاً اعتبار هجمات الدولة التركية على منطقة سنجار والمناطق العراقية الأخرى استناداً أو امتداداً لهجمات داعش الإرهابي والإمبراطورية العثمانية الهادفة إلى إبادة المكونات وخرقاً للسيادة العراقية. خامساً أخذ إرادة المكونات بعين الاعتبار وضمان تمثيلهم ضمن كافة المؤسسات ودوائر الدولة دون استثناء. سادساً احترام قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا رقم 43 الصادر في 22 من شهر شباط عام 2022، ونحذر في الوقت ذاته من سرقة هذا القرار القضائي التاريخي والالتفاف عليه وتجبيره لمصلحة القوى السياسية التي تتلاعب بمقدرات المكونات وتحرفها عن مسارها الدستوري الصحيح. سابعاً الاعتراف بنظام الإدارة الذاتية للسنجار للحفاظ على ثقافة ومعتقدات وجغرافية المجتمع اليزيدي وحمايته وبلورة أساس الاجتماعي والسياسي يوفر فرص للتنمية والتطور وتأمين الحماية الذاتية. ثامناً تمكين الإدارة الذاتية للسنجار من الحصول على المساعدات والمنح الدولية والميزانية المخصصة لها من قبل الحكومة المركزية بشكل مباشر للاستفادة منها في مجالات للتعليم والخدمات وتوفير فرص للعمل. تاسعاً العمل على إعادة إعمار المناطق الفيلية والإيزيدية المنكوبة وعودة المهجرين إليها وأبعاد الملفين عن الصراعات الحزبية والصفقات السياسية الداخلية والخارجية. عاشراً رفض اتفاقية سنجار بين الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان باعتبارها لا تمثل الإرادة اليزيدية بأي شكل من الأشكال. 11 السعي لإسعاد الأطفال والنساء اليزيديات المختطفات وإيلاء الأهمية لمستقبلهم والمطالبة بفتح مركز تخصصي لإعادة تأهيلهم صحيا من النواحي الجسدية والنفسية. 12 الوقوف في وجه كل المحاولات والجهات الهادفة إلى طمس وتحريف معالم الهوية اليزيدية والفيلية وضمان متابعتها من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 13 إفساح المجال أمام المجتمعات الكردية الفيلية في بغداد والمدن الأخرى لبناء ذاتها وتفعيل إدارتها المحلية في إطار تقوية النظام اللامركزي، وبالتالي العمل على تبلور
أساس اجتماعي وسياسي يوفر لها فرص للتنمية والتطور وضمان حماية ذاتية لها. رابع عشر، اعتبار هذا المؤتمر حجر الأساس للعمل المشترك والبناء بين كافة المكونات والأقليات العراقية الأصيلة، وبناء على ذلك ندعو هذه المكونات للمشاركة في النضال المشترك للوصول إلى الحقوق المشروعة لها ضمن السيادة العراقية. 15، العمل على حماية الموروث الثقافي واللغوي للمكونات وبكافة اللهجات الموجودة ضمن الدستور العراقي. 16، انطلاقا من القناعة بأن حرية المرأة هي قضية محورية لأي تحول اجتماعي واستتباب الأمن والسلام والاستقرار، وكونها الضمان للتكبيس الوحدة ضمن الاختلاف. ندعم تبني رؤية نسائية قائمة على زيادة فاعلة للمرأة في كافة المجالات، وندعو النساء من كافة المكونات إلى توحيد النضال النسبي المشترك والاستفادة من تجارب بعضهن البعض. وأخيرا، تشكيل لجنة من المكونين لمتابعة تنفيذ مخرجات أو تنفيذيات هذا المؤتمر. وشكرا جزيلا.